المامة دي يا شباب بقى لها تالت يوم عندي، وما عنديش ذكر ان انا اجوزها لها. يا ريت اللي محتاجها او هيقدر يستفيد منها، يعني عنده ذكر ولا حاجة، يتفضل يكتب لي في التعليقات. واكتر تعليق، يعني اكتر حد هيكتب تعليقات هديله النتاية ديت. بس اهم شرط من فضلكم، عشان ما عملت مسابقة قبل كده وانتوا اشتركتوا، ان المشتركين في ناس بين المحافظات، فكنت بحول لهم مبلغ. دي مسابقة غير دي نظام اللي محتاج ديت ومن نطاق شبرا الخيمة او يقدر يجي ياخدها، يتفضل يكتب تعليقات تحت الفيديو دوت. تاني حاجة حابة اوضحها، لما تيجي تذبح الحمام، عشان امبارح كنت ماسكة سكينة مشرشرة. الفكرة اللي انا كنت عايزة اوصلها ان احيانا الحمام بيبقى فيه مشاكل تمنعه من البيض، يعني عدى عليه اكتر من سنة، فكده بياكل على الفاضي. كده انت مش مستفيد منه بحاجة، فمهما عالجته هيصرف علاجات وهيصرف اكتر من ثمنه. فبقول لك في حالات انت ممكن تتخلص منه الفرد ده. وقلت لكم قبل كده، انت لو حابب ما تذبحش الفرد او ما بتاكلوش حمام او بتاع، انت فريشه زي ما احنا نتفنا ريش الفرد ده، عشان انا هطلقه. ليه؟ لان الحمام دوت عنده نقص املاح وعنده نقص كالسيوم، فبياكل البيض، وانا مش هقدر اديه لحد تاني ان هو يعني يتضر منه. فاهمين قصدي؟ فلما انا صورت امبارح كانت السكينه مشرشره، انا مش قصدي ان انا هذبح بالسكينه مشرشره، بس يعني علشان في شباب بتلاحظ كل تفصيله صغيره، وحابه ان انا اوضح طريقه الذبح بالتفصيل تاني اللي امي علمتها لي. انا اولا ما بذبحش من زمان، انا لسه متعلمه من قريب. امي في الصعيد بيعلموهم ان هم الست تخبز تذبح، ده شيء عادي عندهم خالص. بس انا ما كانش بيجيلي القلب اللي انا، وحتى اما جربت، يعني جربت في فراخ، ما جربتش في حمام. واللي هي قالتهولي بالظبط انا هقوله لكم. اول حاجه ان السكينه لازم تبقى حاميه، احنا مش هنعذب الطير سواء بقى حمام او ايا كان في ذبحه. فاول حاجه ان احنا نحمي السكينه. تاني حاجه ما ينفعش السكينه تبقى مشرشره، لازم السكينه تبقى حاميه ويعني وحته واحده زي كده. وما ينفعش طبعا بالمقص، ما ينفعش تذبح بالمقص خالص. وقالت لي ان احنا يعني سواء الفراخ او الحمام او كده بنكتف الجنح كده، وبنمسك الرقبه كده، ومن الجزء دوت بنبتدي ان احنا نذبحه، وبيبقى يعني شارب الفرد، وكل واحد بقى بيسمي. يعني ماما قالت لي بتقولي حل الله ذبحك، وكل واحد بقى بيسمي ويذبح الطير بتاعه. انا حبيت بس اوضح الجزئيه دي. هقول لكم بقى على هدخل ده واقول لكم على الملاحظات اللي انا بتابعها في الفرخ عندي للحمام. عايزه اقول لكم بقى، انا صورت امبارح، انا كنت ماسكه الذكر مش النتائج، يعني اللي جربت فيه. معلش بقى، واحد بيقول لي دي تفرقه عنصريه ولا ايه؟ لا، هو اللي جه في ايدي انا، بس كنت حابه زي ما قلت لكم كده، حابه اوريكم الفكره. بصوا بقى، يعني كل حاجه نصيب. انا كنت هدي النتايه ديت، قلت اللي يعرف يعالج. يا دوبك بجس النتايه وهعلمكم بالمره. جس النتايه لقيت عليها البيضه، سبحان الله. يعني بعد شهور وبعد عمل الفيديو امبارح لقيت عليها البيضه. بص بقى، احنا بنجس النتايه ازاي من ورا. انا ما بقصش حاجه على فكره، في ناس بتقص الريش من ورا. ليه انا ما بقصوش؟ انا عندي الحمام مدام بيخصب البيض ما بلعبش فيه، ما بعملش اي حاجه اضافيه او بجتهد من عندي. بعمل امتى؟ لما البيض يطلع في تخصيب. احيانا فعلا الريش الزياده بيمنع علم او من اسباب ان البيضه مثلا تطلع مخصبه والتانيه، فاحنا بنقصقص بالمقص مكان فتحه الاخراج، او زي ما بتسموها كده فتحه المشخ. بصوا يا شباب، احنا لو فتحنا هنا هنلاقي، بصوا زي في سيلان بسيط. ثواني اهو، سيلان بسيط. ولو عملنا كده بايدينا هنلاقي الجزء ده العظميتين واسعين، في بيبقى شوكتين او عظميتين هنا، مجرد تحط ايدك كده هتلاقيهم واسعين. نخلي بالنا بقى علشان
انت هتتعامل برفق في المنطقه دي، لان وارد ان البيضه تبقى لسه ضعيفه، فلو ضغطت على النتايه ممكن ان انت تتسبب في كسر البيضه من جوه. فيعني انت هتتعامل، انا ممكن بس اقص الجزء ده عشان اوريلكم، بس ما تعملوش حاجه، لا تقصوا ولا تنتفوا ولا تعملوا اي حاجه مادام الحمام بينتج عندك كويس. انت اول ما تحط بص صباعك كده اهي هتحس في حاجه متحجره، يبقى هنا بعد الفتحه دي في هنا شوكتين، في هنا شوكتين، بتحط ايدك برفق هتلاقي في حاجه زي صلبه كده في الجزء دوت. تمام، وده متابعتنا بالنسبه للغزار. يعني النتايه خلاص يا هتحصي اول حصوايه النهارده يا بكره ان شاء الله. بالنسبه للفرد ده زي ما قلت لكم انا ما بدخلش غير لما بصور بس، وقفلت هنا وهنا، وبعد 5 يوم كشفت على البيض لقيته مخصب خلاص مش هقرب عليه. طيب بالنسبه للقص دوت فاضل له 3 ايام. طيب في حاجه انا لاحظتها برضو حابه اوريها لكم، اقول لكم عملت ايه. ده خلاص فاضل له 3-4 ايام، لقيت بصوا دي انا اللي حطاها مكان الزبل ده، انا حطاه لقيت فيه شرخه بسيطه، خفت خساره بعد الرقد ده كله تبوظ فحطيت. ما مش عايز تحط زبل ممكن تعمل عجينه وتحطها علشان ما تتكسرش زياده وتحافظ، وهنشوفها ايه اللي هيحصل. طيب في حاجه تانية، ده فاضل له برده في حدود 5 ايام. في حاجه برده حابه اوضحها وانا اسفه جدا للمنظر. للمربيين لما بيلاقوا منظر الزبل كده بيتخضوا ويفتكروا ان الحمام فيه مشاكل. لا، الحمام اللي راقد على بيض اهو بيعمل عادي كمية اكبر من المعتاد. تمام. طيب احنا عندنا بقى القص الاخير ده اللي انا قلت لكم عليه ان الذكر ده، ثواني اهو، اللي قلت لكم ان الذكر دوت اللي بيكسر وبياكل البيض، وانا نتفت جناحه عشان مستنيه خلال شهر ان شاء الله يبتدي يتجدد جناحه تاني، وهبتدي ان انا اطيره، وهشوف للنتايه البديري ديت نفس الطوب بتاعها علشان هي نتايه كويسه. احنا ممكن ايه في الجو الشمس دوت كمان هفتح ليه الزغاليل اللي عندي ابتدي ان هم ايه يتجولوا كده ويفردوا جناحهم. حد بس قبل ما اقفل الفيديو صحيح، في حد قال لي انت بتفتحي للزغاليل او للحمام الصغير عشان تعوديه على المكان امتى؟ بصوا، لو انت قاعد في البلكونه وحابب ومتابع او عندك حاجه امان ان ما يقعش منك، من 1.5 شهر ابتدي افتح له. لكن الطيران ده بيتوقف على حسب نمو الريش، يعني في حمام بيطير ويشد حيله كده من 2 زي الفرد دوت، ودول لسه يعني ده ممكن اما بطير الحمام بيطير معاهم. تمام. التانيين لا لسه مش مستعدين، مع انهم تقريبا فرق اسبوع. فعلى حسب ما الريش كله او الريش الدموي يكتمل هتلاقي نفسه اتشجع لما كمان بيلاقي حمام تاني طاير وبيطير. فده مثلا بيطير عمر 2-3 بالكتير، بتلاقيه بيطير وينجم معاك في السماء. بس الموضوع زي ما قلت لكم عايز صبر كده وما تهشش وتنش في الحمام. يلا مع الف سلامه.